السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية متابعين أم محمد الغاليين، كيف حالكم؟ طمنونا عنكم. الحمد لله احنا بخير، الحمد لله بإذن الله ومشيئة الله بخير إن شاء الله. ربنا يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا يا رب العالمين يا الله. بداية نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. للأمانة والله انتم مش متابعين، والله انتم أخوة وأخوات، يعني والله بشكر كل حدا بيبعت لي على الواتس على التعليقات، بيسأل عني بيسأل عن ولادي. الله قديش بيتصلوا، كيف انت، كيف ولادك، كيف ياسين، كيف براء، بيسألوني عنهم بالاسم. والله الله يبارك فيكم، الله يرضى عنكم دنيا وآخرة. يا رب انك ترفع هالغمة، عشان بس انه احنا نتعرف على الناس الطيبة اكتر، وبنفسية هيك تكون مرتاحة بإذن الله تعالى. بداية نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انتوا دايما انتوا عارفين ان انا لما عملت السلة خليت شوية هيك خيارات صغار عشان اعمل فيه مخلل الاولاد ان شاء الله، على اساس انه نعمل لشهر رمضان. طبعا هو انعمل وصار واكلنا منه برضو ما شاء الله، طعمه طيب ولذيذ. طبعا انا هنا حطيت المحلول الملحي، كل لتر مي بده 4 معالق ملح، ويفضل يكون ملح صخري يا صبايا أو يا شباب اللي حابين يعملوا، يفضل يكون ملح صخري. أما أنا طبعا ما في عندي ملح صخري اللي هو الخشن، ملح الخشن، فاستخدمت الملح العادي. وحطيت طبعا على الخيار نفسه معلقة حامض ليمون، حتى لا مش معلقة، أقل من معلقة، يعني 3/4 المعلقة أو معلقة ممسوحة. ومعلقة سكر. معلقة السكر هذه بتعطي قرشة، وحمض الليمون هيك بيعطي حداقة، بيكسر يعني سمة الملح، إنه الملح لما يكون المخلل كتير مالح، فحمض الليمون بيخفف من الملوحة، وطعمه كتير طيب. وحطيت 4 ضروس توم، اللهم صل على سيدنا محمد. وبرضو كمان هنا حطينا حبة ليمون. طبعا انا حمض الليمون حطيته تاني يوم لانه ما كان في متوفر حمض ليمون، فتاني يوم شريت حمض الليمون وحطيته. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد يا صبايا يا شباب. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب يا الله تفرجها أهل غزة يا الله، وترفع الغم بجاه الشهر الكريم يا رب. طبعا أنا هنا بسجل لكم الفيديو، كان اليوم الثالث من أيام شهر رمضان المبارك، يوم الجمعة. طبعا وكبست فلفل بنفس الطريقة وبنفس المقادير. كل لتر ماي له 4 معالق ملح، يعني تقريبا نص معلقة حامض ليمون ونص معلقة سكر. طبعا أنا عملت أكتر من اللتر، عشان هيك حطيت معلقة حامض ليمون، وحطيت معلقة سكر مليانة. السكر عشان القرشة، والتومة هيك بتعطي نكهة كتير طيبة لمخلل الخيار. شكرا يا صبايا، شكرا على دعمكم للقناة، شكرا على الدعوات الحلوة، وكل حدا بيبعت لي على الواتس بيتصل علي. الله يبارك فيكم، والله قديش بنبسط لما يحكوا معي، يعني عن جد عرفت كل اللهجات، جزائري، مغربي، سعودي، عراقي، تونسي. والله يعني ما ضل حدا، ما يعني بديش احكي، يمكن ما ضل حدا ما كلمني من الدول العربية كلها، ما ضل، حتى سودانيين كلموني. الله يبارك فيهم ويعطيهم الصحة ويجزاهم كل خير يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وبالنسبة للتعليق اللي نزلته على المنتدى، والله أنا ما بنزل، لأني أنا هامني كلامهم عادي، مش فارقة معي، بس أنا عشان أفرجي اللي بيكتب هيك تعليقات إنه إحنا كمسلمين كلنا إيد واحدة وكلنا قلب واحد. وقد ما تكتبوا تعليقات شوفوا شو بده يردوا عليكم متابعين أم محمد. الموضوع مش موضوع متابعين، الموضوع إنه إحنا إخوة وأخوات،
وشو ما بده يكون في تعليق سلبي، أنا في أخوة وأخوات في ظهري، لأن إحنا مسلمين كالجسد الواحد. فبحب أنا أفرجي اللي بيعلقوا هيك تعليقات إنه شوفوا كيف الناس، شوفوا كيف الأخوة مع بعض. مش قصدي إن أنا زي ما أنتم متخيلين إن أنا بيهموني هذول اللي بيعلقوا هيك تعليقات. والله إذا كانوا منا وفينا الله يهديهم ويصلح حالهم، يعني مسلمين وعرب. أما إذا كانوا من هذاك الذباب، خليهم يشوفوا كيف احنا مع بعضنا يد واحدة إن شاء الله، نضل على طول يا رب بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد يا صبايا يا شباب. برضو كبسنا هنا فلفل. وبدي أحكي لكم برضو شكرا على الدعم كتير، والله شكرا خاصة للأخوات والأخوة اللي بيدعموا على خاصية تشكرات. وهو اليوتيوب بياخد 30%، بس مش من دعم الشخص الواحد، يعني كل شهر بس ينزل الراتب القناة بيخصموا 30%. والله إنه راتب القناة هذا أجل زي النجدة صراحة. يعني أنا ما بقدر أخبي عليكم، أنتوا زي إخواني والله وخواتي. أنا أجاني زي النجدة للأمانة، لأنه أنتوا شايفين يعني وظايف فيش رواتب. محلات الحمد لله وتسكرت كلها، كانوا أولاد متأجرينها أجار، والحين خلص ما في ألعاب، كانوا يبيعهم ألعاب وتسكر المحل والحمد لله يا رب العالمين. فصرنا نصرف يعني من عائد القناة. الله يبارك فيكم يا رب العالمين. طبعا في نسبة بتطلع زي ما انتم شايفين، انه انا كل فيديو والتاني بعمل مبادرات. يعني هذا كان اصلا سبحانك يا رب من قبل والله من قبل كل هالموضوع، ان انا قلت اذا ربنا ان شاء الله القناة هذه طلعت ارباح بدي اصير اطلع منها. وسبحانك يا رب اجت في وقت محتاج الواحد يطلع. شكل المخلل بيجنن، طلع لونه ذهبي وحلو وبقرش قرش. حتى ولادي بيحكوا لي والله انه اذكى من اللي بنجيبه جاهز. الحمد لله طلع مرتب. طبعا هنا برضو انا يعني هو مش تجهيزات، انه الواحد ما جهز اشي رمضان، بس هذا اول يوم في رمضان. انا ايش بعمل؟ بقلي لسان العصفور كله مع بعض. فطبعا اجتني في كابونة. يعني ايش يعني كابونة؟ في ناس سألوني ايش يعني كابونة، اللي هي المساعدات، يعني كرتونة فيها باكيتين لسان عصفور. فأول يوم في رمضان بدل ما أقلي بس شوية على قد الشوربة، بقليها كلها وبحطها في مرتبة، بحطها بمصفاية يتصفى زيتها. وبعد ما يتصفى الزيت منها وتبرد على الآخر لتاني يوم، يعني بعبيها في مرتبان وبصير أخذ منها كل ما بدي أعمل شوربة أسهل وأريح لي. يعني بدل ما كل مرة بدي أقلي كل مرة بدي أقلي بحط نسبة زيت قليلة مش كتير زيت. طبعا ايدك لازم تضلها فيه، ضلك تحركي ما تتركيه ابدا. ونسبة الزيت بتكون قليلة افضل من انه يكون الزيت كتير. طلنا نقلب فيه لحد ما يعطينا هيك لونه عشقار فاتح، عشقار فاتح، لانه بتحمر هيك من الحرارة بعدين. يعني ما تزودوا عليه بالتحمير. اما اذا انتوا بتحبوها حمراء انتوا على راحتكم. يعني شايفين هذا اللون هيك انا شلتها خلص. اللهم صل على سيدنا محمد. بعدين حطيتها في مصفاية وصفت الزيت، شايفين لونها ما أحلاه بجنن. وتركتها لتاني يوم. تاني يوم بعد ما بردت وتصفت الزيت كله، شايفين هذا تاني يوم عاد، شايفين كيف حطيتها في مرتبان ورفعتها عشان كل ما بدي يعني أعمل شوربة على طول أكون قلبت البصلة وبحط لسان العصفور. طبعا كيف بعمل شوربة لسان العصفور؟ فيش أبسط من هيك. بقلب البصلة بس تاخد لون ذهبي بسيط، بحط عليه مية مع ماجي فلفل أسود ملح. بعدين بس تغلي بحط لسان العصفور وبحط معاه مكعبات بطاطا مكعبات جزر، ممكن ذرة صفراء، كساية، ايش في عندك خضرة حطي. وممكن اعملها بس سادة، بس لسان عصفور وماجي مع البصلة وخلاص.
المشكلة إن الماجي اللي موجود في السوق متعرفش إيش طعمه، غريب أول مرة يعني صراحة نتعامل معه. لا طعمه مش كتير، بس ماشي حاله يعني، الحمد لله على نعمة رب العالمين، الحمد لله ملاقيين الحمد لله. طبعا ما شاء الله رمضان شهر الخير، الخير بيجوا معه. أجتنا كرتونتين والله. طبعا هاي أول كرتونة مساعدات، طبعا فيها بكتين للأمانة، هذول أجن بوقت للصبايا، وعلبة حلاوة، وفيها كمان جبنة مثلثات ومعكرونة. المعكرونة 3 باكيتات معكرونة، وفيها باكيت طحين، لا 3 طحين، 3 طحين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب زي ما أطعمتنا تطعم أهل الشمال، يا رب زي ما رزقتنا ترزق أهل الشمال، يا رب إنك تفك حصارهم يا الله، تطعم جائعهم يا رب العالمين، يا الله يا الله يا الله، يا رب يا الله يا الله يا رب إنك تطعم جائعهم يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله على رزق رب العالمين. طبعا فيها علبة جبنة واحدة، والباقي معلبات، فول وتونة. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله يا رب على النعم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تقريبا كل المساعدات يعني معلبات تقريبا. طبعا هاي الكرتونة الثانية اللي هي كيف يعني باسم العيلة، يعني كل عائلتنا أخذت هاي الكرتونة. مش فاهم أنا كيف بيعملوها أو كيف بيجيبوها، بس بتيجي باسم العيلة يعني. كل فرد في هذه العائلة بياخد، أو كل عائلة في في عشيرتنا يعني، في العشيرة بياخد هذه الكرتونة. صلوا على سيدنا محمد يا صبايا. طبعا هنا ابني عبد العزيز كان متحمس على أساس إنه إيش نلاقي فيها، لأنه هاي الكرتونة فيها بكون كرتونة بسكوت وكرتونة حلاوة، بس للأسف طلع فيها بس كرتونة حلاوة، والباقي كله معلبات. فاصوليا بيضة، لانشون، بزيلة، فول. هو مش للأسف، الحمد لله على نعمة رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. بس والله كنا بدنا بسكوت، انتوا عارفين رمضان الواحد بده يحلي، وفيش حاجاتنا فيش يعني سكر، وفيش مواد لحد يعمل حاجات حلوة. فقلنا البسكوت بديل، بس طلعت فيش فيها بسكوت، كلها معلبات معلبات. الحمد لله على نعمة رب العالمين. يا رب زي ما أطعمتنا أطعم أهل الشمال، يا رب يا الله يا كريم، يا رب يا رب يا الله، وترفع عنها الغمة وتزيحها يا الله يا رب. بقولك عبود خلص ساب الكرتونة وشرد. بقول لي مفيش فيها بسكوت، كان بدور على البسكوت. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين أبسط حاجاتنا صارت بسكوت. صرنا بدنا بسكوت بالتمر اللي كنا نلاقيه في الدكان ما نشتريش، عشان يعرف الواحد كيف يحافظ على النعمة. أخذنا دروس كتير حلوة احنا في هذه الأيام العجاب زي ما بيحكوا، الحمد لله. بس حابة أطلب منكم طلب صغير، بدي أحط لكم رابط GoFundMe هذه المرة لأخويا، يعني هذا حدا حبيب يعني وغالي وعزيز يعني أخويا، فأتمنى إنكم أنتوا تدعموا له الرابط هيك يعني لو 20,000 كل واحد حط $، إن شاء الله بنساعده عشان يحاول إنه يطلع هيك، لأنه كلهم أطفال عنده يعني ما شاء الله يعني عنده 4 أطفال، ربنا يحفظ له إياهم يا رب. يطلع بس هيك عبل ما ربنا يهدي البال والوضع يعني يهدى. أنتوا شايفين كل يوم وهم يعني مهددين المنطقة، فهو حابب يطلع في ولاده ومرته. فأتمنى يعني منكم لو كل واحد حط له $، ما شاء الله كلها معلبات. 3 طبقات معلبات. ربنا يبارك لكم يا رب. وهيك بيض وجهه مع قدامه. أنا بقول له هات، أنا بدي يعني كان منزله له يجي أسبوع على صفحته ما في أي إشي، فقلت له هات أنا بدي أحط لك إياه على القناة،
فبيضولي وجهي هيك وفرجوه إنه يعني في ورا أم محمد ناس هيك قد حالهم. وزي ما حكيت لكم دولار عدولار عدولار بجيب. سامحونا إن إحنا بنغلبكم أهل غزة، أنا عارف والله، بس إيش ما بيد حيلة يعني. كلنا إخوان وكلنا حنكون سند وإيد واحد مع بعض يا رب. هيك ربنا يجازي كل حدا بيقدم الخير إن شاء الله يا رب العالمين. ودمتم بحفظ الله ورعايته. خلصت كرتونة.